السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة وصفتنا سهلة جدا بس كلها أسرار. النهاردة هنعمل وصفة بالفراخ، بصدور الفراخ ووراك الفراخ، سهلة جدا ومكوناتها متوفرة عندنا وكمان ما بتاخدش وقت. دلوقتي أنا سخنت الحلة كويس قوي وهبدأ أرص الفراخ. لازم اسمع الصوت اللي انتوا سامعينه ده. سامعين حبايب قلبي؟ كده انا استفدت ان انسجه الدجاج حصل لها صدمه، فتقوم محافظه على الفيتامينات والمعادن ومحافظه على الرطوبه اللي جواها، فتقوم تبقى طريه معايا. وهي حبايب قلبي هنبدا نقلب. بسم الله. وهنا هبدأ أتبل الفراخ يا حبايب قلبي. معلقة فلفل اسود، معلقة كاري، نص معلقة جنزبيل، والجنزبيل بيساعد على تسوية الفراخ في انزيم معين، ومعلقة كزبرة جافة وأسيبها. وطبعا أنا حطيت التوابل بعد ما قلبت عشان تاخد التحميرة التانية اللي هي على الوجه التاني، وكمان التوابل تطلع الزيوت العطريه، وكمان الفراخ تمتصها. وهنا يا حبايبي بعد ما خدت التحميره على الوش الثاني هحط 3 فصوص ثوم مفرومين زي ما انتم شايفين، وكمان معلقه صلصه زي ما انتم شايفين كده. وطالما حطيت صلصه يبقى لازم احط حاجه مسكره عشان تعادل لي الحموضه. معلقه صغيره سكر عشان تعادل لي حموضه الصلصه. والميه لازم تكون مغليه، وانزل بالراحه زي ما انتم شايفين. لازم تكون مغليه يا حبايبي، لازم تكون مغليه. شايفين لون الشوربه بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده مش قادره اقول لكم على الريحه بجد. ما شاء الله تبارك الله. وابدا اقلب الفراخ، وابدا هنا احيق الشوربه هنا. مش قادره اقول لكم الريحه يا جماعه. لازم تجربوا الوصفه دي بالطريقه دي، بجد تحفه ما شاء الله تبارك الله. وانا قلبت الفراخ زي ما انتم شايفين، وهغطيها بقى تكمل سواها، ونرجع نشوف هنقدمها ازاي. شايفين بقى الفراخ القمر خلصناها، وشايفين لون الصوص عامل ازاي؟ ما شاء الله لونه مايل للبرتقاني. عايزه اقول لكم ان الريحه العيال هنا مش مقاومينها. هنا بقى هنزين بشويه بقدونس او كزبره خضراء زي ما انتم شايفين. المنظر يا جماعه بجد لا يقاوم، ما شاء الله تبارك الله. والريحه مش قادره اقول لكم، والطعم، وكمان الفراخ دايبه دوب عشان الجنزبيل في انزيم معين بيدوب لي الانسجه من الداخل. دي وصفة اسمها الفراخ بالجنزبيل والكاري. يا رب اكون فدتكم بالمعلومات اللي قلتها في الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.